توج الجزائري محمد رغيث بلقب أوسم رجل في عام 2016 وذلك بحسب مسابقة معتمدة أقيمت في دبي. المسابقة جمعت بين 27 مرشحا من عدد من دول العالم، وتم ترشح 7 فقط للنهائيات تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 عام. أما مقاييس اختيار صاحب اللقب فتعتمد على الثقافة العامة، حسن المظهر، وقدرته على فهم خطوط الموضة والتعامل معها. Ladies and gentlemen, our best national costume goes to candidate number 18! Candidate number 18! Coming from Algeria! وينضم إلينا في الاستوديو محمد رغيث الفائز بلقب أوسم رجل في العالم لعام 2016. أهلا بك. أهلا بك ومرحبا وشكرا كثير ولي الشرف. أهلا بك. طبعا لما احنا نقول أوسم رجل في العالم أكيد نستفسر هنا إيش كانت أكثر الجنسيات اللي تأهلت إلى النهائيات اللي هي 7 الأخيرين، يعني نبغى نقارن شوية مقاييس الجمال. كان واحد من أستراليا، من مولدوفيا، من العراق، من الكاميرون، والهند والفلبين. يعني كل دول العالم، ليست فقط الدول العربية أو أكيد في شمال أفريقيا. أكيد كل طيب. دول العالم. نعم، في استفسار جدا كبير عن حقيقة هذه المسابقة، مقاييس اللي تم انتخابكم عليها، فحكينا في القصة من بدايتها. يعني هي لم تكن في الحسبان. أنا كنت عارض أزياء وممثل إشارات إعلانية. اتصلوا علي كأعمل يعني تيزرت إشارة إعلامي للمان اوف ذا وورلد. أنا وفيكتور من مولدوفيا. لكن لما عملنا الإشهار يعني خبرونا أنتم طبعا الإشهار هو الإعلان. هو الإعلان. فاتصلوا بنا قالوا لنا لازم تشارك معنا في هالمسابقة. فقلت لماذا لا، نعمل خطوة إن شاء الله. وشاركت في المسابقة، وكانت مدة المسابقة 5 أشهر. كانت فيها يعني فيها مدة برامج المسابقة 5 أشهر، يعني 5 مريتوا في مراحل أكيد من أكيد. كانت فيها رياضة، كانت فيها ثقافة، كانت فيها حتى من يعني حتى شخصية الإنسان، كان بيدرسوا شخصية الإنسان. ما كانت يعني تخص إنه وسيم شكلا، لا كانت الوسامة إنه وسامة يعني جمال الروح. يعني أفهم منك أن قائمين عليها مدربين من عدة مجالات، من الرياضة ومن خطوط الموضة وأيضا في الشكل الخارجي وفي التعامل الاجتماعي. أكيد. طيب خلال 5 أشهر ليه ما كان بارز فكرة هذه المسابقة لوسائل الإعلام؟ ليه برزت لما فاز محمد في النهاية؟ يعني لم يسمع عنكم أحد في طريقة أو بأخرى. هذا شيء عادي، إنه يعني شيء جديد. وبالأخص العالم العربي معروف بالمجالات، مثل مجال الرياضة، مجال الثقافة، لكن في الموضة وأجمل أوسم رجل يعني فكر يعني مش حيتقبلوا الكل. نعم، مش حيتقبلوا بس كانوا مشاركين يعني معكم من جنسيات أخرى، فليش حتى الإعلام الغربي ما تكلم عن هذه المسابقة؟ لأنها مش مسابقة كبيرة. الفكرة كبيرة لكن المسابقة مش كبيرة كثير، لأنه لو كانت في كندا ولا في فرنسا كانت يعني تكون أكبر. بس بالعادة حتى لو كانت مسابقة بسيطة لملكات جمال بأي تخصص كان كل الوسائل الإعلام تحدثت عنها، فهل تعتقد لأنه هي مسابقة مخصصة للرجال فالموضوع غريب من نوعه؟ أكيد ما حد تكون غريب يعني. لو تقولي أن مثلا أوسم رجل ولا صعبة شوية، هي صعبة يعني كفكر بتكون صعبة، لكن هي شيء عادي. الوسامة أنا خبرتك، مش إنه أنت وسيم يعني أنت وسيم أخذت أوسم رجل في العالم. نعم. لأنك وسيم بشكل، لا لازم تكون مثقف. طب هنا بس حابة أستوضح منك نقطة، أنتم كنتوا فعلا مع المدربين وكل اللي مشاركين ل 27 مجتمعين مع بعض طيلة ال5 أشهر. أكيد، عملنا كات وورك، يعني عملنا عرض أزياء لبراندات هون في دبي. رياضة، فتنا على الرياضة، أناقة، ثقافة، أسئلة. 5 شهور متكاملة بالكامل، يعني أنت مش كل يوم، مثلا حصتين مثلا في الشهر وتمر.
وايش تسوي في باقي الايام؟ متواجد بحريتك تكون. انا ما أنت بشتغل عرض ازياء وبشتغل في ممثل اعلانات، طيب ردات ممارس الرياضه. ردات الفعل محمد كانت جدا قاسية على وسائل التواصل لا عادي، الاجتماعي. الجزائر حبيبتي يعني. وانت بلدي الحبيبة. يمكن ما تكون فقط من الجزائريين وانما من العرب كما تحدثنا، قد تكون الثقافة جديدة من نوعها. انت في احد الفيديوهات عرضت فكرة انك تحمل شهادات جامعية وانك تحمل الجواز الجزائري وانك معتز بهذا الشيء وانك مستاء من هذه الانتقادات، فهنا لا. في مجال متاح لك سوء الآن تفاهم. عشان تفسر ايش اللي صار. اكيد هو سوء تفاهم. الفيديو ما عملته بعد المسابقة، هذاك فيديو عملته في الانستغرام لما كنت عارض ازياء. في صديقي خبرني انت مغربي، بيقولوا عليك مغربي، فاخذت الوثائق. يعني كاني بعتز باني جزائري، انا جزائري، رخص سياقتي معي، الجنسية معي، هيك يعني لانه انا وطني، بحب بلدي كثير. يعني شيء عادي، لكن تبع السوشيال ميديا كانوا يعني اذكياء واستعملوها في الاغراض الشخصيه، ومسامحهم يعني عادي، مش مشكل. بس وهي تجربه وهي خبره وتعلمت منها اشياء كثير. طيب بس ابناء بلدك اكثر من هاجمك حتى قبل تسريب هذا الفيديو، فالكل اعتبر انك انت حطيت هذا الفيديو ردا على هذه الانتقادات اللي جت من بدايه المسابقه. لا انا حطيت فيديو واحد اتحمل مسؤوليته، لكن كل الفيديوهات حتى فيديو العطر حاطين فيديو العطر كاني انا بعمل عطر وما هيك. هذاك فيديو عطر بيقولوا له كاستنج، يعني في شركه اتصلت علي تاع عطور، خبروني بتعمل معنا دعايه للعطر. عملنا فيديو قصير نشوف كيف يعني الطريقه يعني انت مش مستاء من ردات الفعل؟ لا وانت مش مستاء، معتز بما قدمته الحمد لله. والجزائر يعني بلد 1.5 مليون شهيد، وبلد الموضه، حتى اللبس التقليدي معترف في اليونسكو الحمد لله. وعندنا 48 ولايه، كل ولايه لها لبس تقليدي. يعني انا مثلت الجزائر كله واخذت احسن لبس تقليدي، والحمد لله بعتز. يعني احسن شيء عندي هي جائزه اني اخذت احسن لبس تقليدي مع مع العراقي، مع السوري، مع المولدوفي. انا لما شفت في الاول الالبسه انا قلت مستحيل، واخذتها يعني عن جداره واستحقاق. نعم. طيب انت ذكرت في البدايه واسترسلت انك انت في مجال الاعلانات، واصلا انت موديلينج او عارض كما يقال له باللغه العربيه. لقب كلقب اوسم رجل راح يضيف لك في مجالك المهني، راح يضيف لك في حياتك الاجتماعيه؟ يمكن تكون امور سلبيه، يمكن تكون امور ايجابيه، لكن لازم الانسان يقاوم ويجتهد. والحمد لله يعني بفضل الله اخذت اللقب. وفي ازهر هندي اخذ رجل العالم، وانا اخذت اوسم رجل. لأنه الهندي اخذ رجل العالم، اوسم رجل في العالم. لا مش اوسم، رجل العالم. رجل العالم في 3 القاب. في اوسم رجل، وفي رجل واضح. العالم، وفيه لبس التقليدي. وضحت. كان معنا في الاستوديو محمد الرغيث الفائز بلقب اوسم رجل في العالم لعام 2016. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا.